الو. الو. ايوه. ايوه يا استاذ محمد. كابتن سيد الثعلبي، اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ محمد. عضو مجلس اداره نادي الاتحاد. ربنا يخليك يا استاذ محمد. اهلا بيك كابتن سيد. اهلا بيك وتحياتي لسياده النائب محمد بن مسلحي. ازيك يا ابو حميد؟ ازيك يا كابتن سيد؟ كل سنه وانت طيب. ربنا يخلي حضرتك يا استاذ محمد، الله يخليك. كابتن سيد، يعني دلوقتي انا كنت بتكلم مع الاستاذ محمد حول التعاقدات الجديده، يعني هيكون الاتحاد اللي عانت كتير قوي الموسم الماضي. طبعا انت معاك نائب محمود مسلحي والمشرف العام على الكوره ونائب رئيس مجلس اداره النادي. اعتقد يعني انا يمكن دلوقتي بعيد مش شايفكم على الشاشه لان انا بحضر تدريب الفريق الاول، فموجود في الملعب مش شايف. يعني اكيد كلمك عن التعاقدات وقال لك عن الصفقات الجميله والكويسه اللي هتناسب نادي الاتحاد ان شاء الله. فيمكن مش عارف افصح بقى عن اللاعب اللي تعاقد معاه النهارده ولا لا، اللي هو لاعب غزل المحله. مش هقول لو كان قال يعني. لا افصحنا خلاص يا كابتن سيد. طب الحمد لله. محمود صبحي. تمام كده. انا مش عايز بس اسبق الاحداث ان هو المشرف العام وهو المتحدث الرسمي باسم المجلس، ما نحاولش نتعدى الاختصاصات يعني. انما دي واحده من الصفقات الرابحه جدا ومفيده جدا، خاصه وكان في اشتباك مع اكثر من نادي. فاعتقد ان دي فايده كبيره لنادي الاتحاد، وان شاء الله السنه الجايه تكون فتحه خير علينا وعلى نادي الاتحاد باذن الله. كابتن سيد، كنت بتكلم مع الاستاذ محمد مصلحي حول الخلافات اللي بتحدث داخل مجلس اداره نادي الاتحاد، يعني فالاستاذ محمد قال لي يعني دي اختلافات في وجهات النظر مش خلافات بين الاشخاص وبعضها. تمام. هو انا عايز اقول حاجه، يعني برضو احنا بنتجمل شويه عشان خاطر نادي الاتحاد السكندري. مفيش مكان في عمل وخاصه التسويق ما بيبقاش فيه خلافات. في خلافات في وجهات النظر، وفي خلافات البعض اللي بيتدخل في اشياء لا تعنيه. انما استاذ محمد طبعا بيحاول يلم هذا الشمل، انما الخلافات موجوده وفي كل مكان. انما اعتقد ان شاء الله ركب نادي الاتحاد هيسير في الاتجاه الصحيح، وهنبدا في تصحيح الاوضاع خلال الفتره اللي جايه ديت. واختلاف وجهات النظر ده موجود في اي مكان، انما ان شاء الله نقدر نتغلب. حتى لو بعيد عن وجهات النظر بنقدر نتغلب من خلال حبنا كلنا لنادي الاتحاد. نادي الاتحاد اكبر من اي حد، ونادي الاتحاد ان شاء الله بالناس اللي موجوده وبالراجل المشرف العام على الكوره اللي بيضحي وكل الحاجات دي كلها، اعتقد هتصل بنادي الاتحاد لبر الامان يعني. كابتن سيد الثعلبي، انا بشكر حضرتك على هذه المداخله. شكرا يا كابتن.